عارفين كده لما تكونوا قاعدين على النت وتتفرجوا على وصفة من كتر جمالها يكون نفسكم تخشوا جوه التليفون عشان تاكلوها؟ هو ده اللي حصل معايا بالظبط. شفت شيف انا بموت فيها عملت الوصفة دي، عملتها زيها بالظبط. نزلت جبت مقاديرها وفورا هجربها معاكم. اول حاجة جبت صدر فرخة وقطعته شاورما بالشكل ده. بالنسبة للتتبيلة اعملوا اللي انتوا عاوزينه، لكن انا عملتها كده. حطيت عصير ليمونة ومعلقة صغيرة من الصويا صوص، معلقة كبيرة من الزبادي، وحطيت بهارات توم وبصل باودر، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ملح بس ما كترتش قوي، وشوية بابريكا، وحطيت ربع كوبايه من الزيت، وقلبت بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا. وبعد كده نزلت بصدور الفراخ اللي احنا قطعناها، قلبتها كويس معاها وسبتها على جنب. نقدر طبعا نعملها من بالليل او نحطها في التلاجة عدد ساعات. والخطوه التانية جبت عيش شامي، نقدر نجيب طبعا عيش لبناني بس هو ده اللي كان متوفر عندي. بدات كده اقصه بالمقص مكعبات صغيره، ورشيت عليه شويه زيت صغيرين ورشه برده من الزعتر. جربت اعمله في الاير فراير وكان خطير، خد بالظبط 7 دقايق فيها على درجه حراره 200. بس عينكم معايا ها عشان بيتلسع بسرعه. ورحت بقى لتالت خطوه وهي عمايل الرز البسمتي. في شويه زيت حطيت كركم وعليه ورق لورا وحبهان وعود قرفه. انا عاده ما بعملش الطريقه دي بس انا كنت مكسله جدا فعملته كده وطلع تحفه. حطيت بعد كده مقدار الرز البسمتي اللي انا عايزاه، وظبطت الملح بتاعه، وحطيت الميه وسيبته بقى يكمل سوا زي اي رز عادي. وعايزه اقول لكم ريحته كانت قلبه الدنيا. ونروح بقى لخطوه القمر بتاعتنا. في طاسه تكون سخنه جدا جدا وشويه زيت، ننزل بالشاورما. اهم حاجه تبقى الطاسه سخنه، وننزل كده على نار عاليه ونسيب الشاورما تاخد وتدي مع نفسها. قطعت البصل شرايح جوليان رفيعه قوي، ورشيت عليه رشه من السماق بس ما نكترش عشان ميبقاش الموضوع مزز قوي، وسبته على جنب. وقطعت طماطم مكعبات. ونروح بقى للفراخ القمر بتاعتنا. بعد كده ما اتشوحت وخدت لون حلو، هننزل عليها بالبصل، نديها تقليبه كده واحده سريعه، وبعد كده ننزل بمكعبات الطماطم، ونحط بقى شويه بقدونس كده مفرومين فريش، ونقلب يا جماعه كل المكونات مع بعض. عايزه اقول لكم اهي اللحظه دي لما شفتها في الفيديو هي اللي خلتني اقول انا لازم اجرب الوصفه دي. وادي الرز القمر بعد ما خلص شلت بقى كل الحاجات اللي فيه دي، ونروح بقى نجهز الطبق القمر. حطيت العيش كله تحت وعليه الرز وعليه بقى الشاورما الخطيره بتاعتنا، ونحط على الوش احلى زجزاج توميه انا بعملها في البيت. واحكوا لي يا جماعه عن جمال طبق فتة الشاورما الخطير اللي قدامكم ده. انا اول ما شفت المنظر كده قلت بس الطبق ده للعزومات فورا، ودخلت على المنيو عندي سجلته بقى الطبق اساسي عندي. انتوا لازم تجربوه بجد هيعجبكم.